السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ معكم اسماء الجندي. فطارنا النهاردة فطار سهل كده وحرش وطعمه في منتهى الجمال. تعالوا نعمل احلى شوية كشري اصفر او كشري اسكندراني، جنبها شوية كده بطاطس، سلطة، بيض مسلوق، وشوية بتنجان كده بالدقة، حاجة كده حرشة وطعمها في منتهى الجمال. اول حاجة هبتدي بيها ان غسلت البطاطس غسيل كويس جدا وقطعتها حلقات بقشرها كده، وبعد ما بتستوي بقشر القشر ده يا جماعة. تمام. نظبط بقى الملح ونسيبها تتسلق. وتعالوا بقى نشوف الكشري بتاعنا بيتعمل ازاي. كوباية الرز عليها كوباية عدس، وما تنقعيش لا ده ولا ده، تغسليه على طول ومباشرة تضيفيه على طول على المادة الدهنية وتشوحيه لحد ما تسمعي صوته بيتخنق معاكي في الحلة. تمام. نزلت بقى بالملح بعد ما غسلته غسيل كويس جدا كده، وكمان رشة من الكمون ورشة من الفلفل الأسود بس، ولا أي إضافات. واللي هيظبط لك الطعم معلقتين سمنة بلدي حلوين كده بيخلوه طعمه في منتهى الجمال. ما عندكيش أي مادة دهنية متاحة عندك، شوحي كويس جدا لحد ما تسمعي صوته كده في الحلة. في الوقت ده هو جنبي مية بتغلي علشان أنزل عليها على طول بمية بتغلي، ما ياخدش مني أي وقت في السوا، وكمان يديني الفلفلة الحلوة بتاعته دي. تمام. طبعا هيغلي ويتشرب من المية، ونهدي النار ونسيبه على نار هادية يكمل سواه. في الوقت ده هو كمان جنب البطاطس بتاعتي بتكمل السليق بتاعها. مجرد ما هتتسلق هصفي المية واقشرها. تمام. اول حاجة كده معايا بقى البتنجان المخلل الحلو ده، غسلته وشلت العنقود بتاعه من فوق وما فتحتوش باي سكينة، انا بنزل بيه من غير ما يتفتح. مجرد ما هيتقلي معايا على طول هشيله بقى من الزيت. وفي الوقت ده هو كنت كمان بسلق بيض. تمام. كده تمام واستوى. نشيله بقى كده من الزيت، وننزل على طول بالبطاطس بتاعتنا بقى تتحمر كده على طول. ننزل بقى بالبطاطس، طبعا اتسلقت وبردت معايا وشلت القشرة بتاعتها. تمام. زي ما انتوا شايفين كده. انزل بقى بكمية البطاطس بقى تتحمر معايا وتاخد اللون الذهبي الحلو دهوت. بجد أكلة من الأكلات الحرشة الحلوة. طبعا كلنا بقى زهقنا بقى من اللحوم بقى والفراخ والحاجات دي. أكلة حلوة وإلى حد ما اقتصادية. تمام. خلصنا بقى البطاطس، تعالوا بقى شوفوا شوية كشري أصفر اسكندراني كده عسل مفلفلين. ما ننساش بقى كمان السلطة الخضراء بتاعتنا، طبعا مقطعة طماطم وبقدونس وكابوتشا وجزر وكمان خيار. هنزل عليهم بمعلقة دقة حلوة كده هوت، فيها ليمون وفيها فلفل حامي وكمان بيبقى فيها توم، رشة من الملح، رشة من الكمون. تمام. رشة صغيرة فلفل اسود. قلبي كل الحاجات الحلوة دهيت كلها مع بعض، واحلى طبق سلطة تاخديه بنفس الطريقة. اي خضروات عندك متاحة في التلاجة ضيفها لطبق السلطة بتاعك. تمام. خلصناه بقى التمام. تعالوا بقى التتبيلة بتاعت البتنجان معانا. معايا معلقة هريسة كده، وانا طبعا هبقى انزل لكم الفيديو يا جماعة انا بعملها ازاي. ده فلفل حامي على ليمون بقى على كمان توم. تمام. نزلت برشة كمون وكمان رشة بقدونس أخضر كده بتديله ريحة وطعم حلو. تعالوا بقى نحيق البتنجان معانا كده. بفتحه بقى وقت التحقيق بتاعه يا جماعة، يعني أنا بقليه سليم زي ما هو. دقته خطيرة طبعا. الدقة دي أنا بعملها يا جماعة وبحتفظ بها في التلاجة، وأنا كنت قبل كده منزلة فيديو ممكن أسيبه لكم طبعا في أول تعليق كده مثبت عشان تعملوه. ما تنسوش بقى الفلفل كمان يا جماعة إنكم تقلوه. وبكده الأكلة بتاعتنا خلصت، والرز مفلفل اللهم بارك، حاجة في منتهى الجمال. شوية بقى مخلل، مفيش من أحلى من كده من أكلة، وبجد بتفتح النفس وطعمها حلو جدا. لو عجبكم الفيديو يا جماعة ما تنسوش اشتراك في القناة وتفعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل جديد، ولايك وشير للفيديو. سيبكم في رعاية الله، كل سنة وانتم طيبين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.